هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده بقى اكلتنا اكله الامهات. ايوه، اكله الماميز اللي محتارين وعندهم كذا طلب في البيت وكل واحد ليه مزاج. انتوا عارفين ان انا عندي بيبي صغير. طيب البيبي الصغير ده ما ينفعش ياكل حاجات متسبكه ولا حاجات متبله كتير، وانا عايزه اعمل اكل للبيت واكل لابني برضو. فهنعمل ايه النهارده؟ هنعمل صينيه بطاطس بالفراخ بس بطريقه مختلفه، تنفع اخد منها اكل لابني الصغير وكمان اكل لاولادي الكبار. نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول نبدا. عندنا فرختين غسلناهم كويس جدا وعملنا لهم محلول النقع بتاعنا اللي انا قلت لكم قبل كده. وفي هنا تب مهمه قوي انا بعملها، بجيب بصله شويه ملح وفلفل مع طماطمايه وبضربهم في الكبه وبتبل بيهم الفراخ من جواها كده ومن تحت الجلد، وبسيبها من بالليل لتاني يوم او على الاقل ساعتين 3 قبل ما تتسلق. بتعمل ايه؟ بتنكه لحم الفراخ حلو قوي، بتديله طعم جميل جدا جدا. وباخد منها شوربه تجنن، لان الخضار مع مرقه الدجاج والتوابل بتاعتي الخفيفه دي بتطلع لك شوربه حلوه جدا جدا جدا، تنفع للسان عصفور، تنفع للطبيخ، تنفع تتشرب كده. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. هنا خلاص انا حطيت في الحله بتاعتي طماطم وجزر وبصل، ونزلت بالفرختين. التوابل بتاعتي اليابسه هحط قرفه، هحط ورق لورا، ملح، هيل مطحون، فلفل اسود وشويه بهارات حب. هنا خلاص شايفين بقى لون الشوربه وجماله. الفراخ بتاعتي استوت تمام. طبعا صينيه فراخ بالبطاطس المفروض يعني لو انا هعملها عادي من غير ما احب اخد منها مرقه لبيبي صغير او اعمل بيها حاجه تانية، انا هتبلها مع الفراخ ومع البصل والتوابل وكله ني في ني، وهقفلها بورق زبده وهدخلها الفرن تستوي براحتها. بس زي ما قلت لكم انا مش قادره اعمل كده عشان خاطر عايزه اخد شويه شوربه لياسين، وعايزه اعمل له عليهم لسان عصفور او رز بشوربه واتيفر عايزه اعمل له ايه. فقررت ان انا اعمل عصفورين بحجر واحد. يعني ايه؟ يعني هعمل صينيه الفراخ اللي انا عايزاها لاولاد الكبار، وفي نفس الوقت هكون سلقت الفراخ واخدت منها الشوربه اللي هتنفعني لاي اكل لاي بيبي او لاي حد كبير في السن عندي ما يقدرش ياكل اكل متسبك كتير. شويه بقى بصل حلوين، طبعا زي ما انتم عارفين انا بحب البصل والفلفل والثوم في صينيه البطاطس اذا كانت لحمه او فراخ. عندي برضو شوية فلفل كده، نص فلفلاية صفرة على نص فلفلاية حمرة على نص واحدة خضرة، قطعتهم كلهم مكعبات صغيرين. والخضار ده هيسكر صينية البطاطس معاكي وهيدوب على الآخر. كمان عندي طماطمايه قطعتها مكعبات. ولو انتوا شايفين هنا انا عندي بصل بيكلز كده صغنون، ده بيبقى مسكر جدا وطعمه حلو قوي. هو اصلا ده بصل الشوي، بس انا اخدت كده منه 3-4 وحدات صغيرين بحب احطهم كده في وسط الاكله، بيبقى طعمهم حلو جدا. التوابل ايه يا مرمر؟ طبعا انتوا عارفين صينيه بطاطس اللي متابعني عارف ان سرها بالنسبه لي الكمون. بحط شويه كمون حلوين، شويه كزبره، شويه فلفل اسود. ومش هظبط الملح دلوقتي خالص لان انا هاخد الشوربه بتاعه الفراخ وهنزل بيها دلوقتي عليهم. بعد ما احط البطاطس واقلبهم تقلبتين كده مع التوابل ومع الخضار ومع السمنه البلدي، كل ده اشوف الشوربه ايه وقتها اقرر اذا كنت انا محتاجه ازود ملح ولا لا. انا هنا كده بقلب كله في بعضه زي ما انتوا شايفين. مهم جدا انك تشوحي الخضار مع البطاطس قبل ما تنزلي بالشوربه بتاعتك، بياخد كده كله من بعضه يبقى طعمه حلو قوي. طبعا انا الصينيه هنا دي كبيره على فكره مش صغيره، بس هي مش باينه قوي في التصوير. هنا بقى خلاص كانت الشوربه بقت خطيره. انا هنا صفيت الشوربه ونزلت بيها على صينيه البطاطس شويه كده بشويه. شايفين لون الشوربه وجمالها ونظافتها؟ اصلا عايزه اقول لكم الولاد عندي بيحبوا يشربوها كده اصلا من غير اي حاجه خالص. هنزل بقى بمعجون الطماطم. انا بحب دايما البطاطس تكون لونها احمر، فهنزل ب2 باكت. انت طبعا تبع الصلصه اللي عندك تقول لها ايه، ورشه السكر بتاعتنا اللي انتوا عارفينها كده. خلاص بقى تغلي غلوتين، هتبدا تدخل في السوا بتاعها، هدخلها الفرن. بس هنعمل ايه بقى؟ طلعت الفراخ وقطعتها قطع وحطيتها فوق وش الصينيه، غليت ورحت نازله بيها في الفرن. طب دي كميه الفراخ كلها؟ لا،
انا شلت جزء من الفراخ زي ما قلت لكم عشان البيبي اللي عندي يبقى عنده فراخ مسلوقه، وفي نفس الوقت هنعمل شوربه لسان عصفور زي ما انتم شايفين هنا. حته سمنه بلدي حلوه، نزلت بلسان العصفور قلبته تقلبتين هيتحمر حلو جدا جدا. هنزل بالشوربه، اول ما يغلي غلوتين شويه هيل مطحون واقفل عليها النار واخليها تكمل سوا على البخار. اهو شايفين كده خلاص اهو بدات تغلي، قفلت عليها وقلت لها مع السلامه، استوي بقى براحتك على البخار بتاعك. دي البصله اللي كانت في الشوربه، انا برضو بحب احطها كده. طبعا كل واحد ومزاجه، الاكل ده اذواق. هنا خلاص كانت الصينيه عندي استوت. الرز ده كان عندي اصلا في التلاجة ما طبختوش جديد، بمعلقه سمنه بلدي شوحته على النار، شويه ميه سخنين، قلبي قلبي وما ترميش حاجه. اتعودي اي اكل باقي عندك تستفيدي منه. لسان عصفور يتجنن عليه بقى عصره ليمون حلوه، وتسمي الله وتصلي على الرسول وتدعي لكل حبايبنا وكل اخواتنا في كل انحاء الارض، ربنا معاهم ويقف جنبهم وينصرهم يا رب. لو بتتفرجوا لغايه هنا اتمنى تكون وصفتي عجبتكم، وانا عارفه ومقدره كل تعب الامهات، ويا رب يا رب يبارك فيكم في بيوتكم وفي ولادكم وفي اهلكم وفي كل حبايبكم. اعملي الحاجه بحب هتوصل بحب زي ما انا بحبكم قوي قوي. خدوا بالكم من بعض واسيبكم في امان الله. اتمنى تكون وصفتي حلوه. لو بتشوفوني على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ما تنسوش تعملوا فولو وكومنتوا حلو. لو بتتفرجوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. بحبكم جدا جدا. اتمنى لكم كل السعاده اللي في الدنيا. اشوفكم على خير. باي باي.